الإنسان شر لا شك في هذا. كل البلهاء معدومي الخبرة الذين يتكلمون عن الجوهر الطيب للإنسان فليخرسوا من فضلهم، فليخوضوا حربا كالتي خاضها ثم يتكلموا عن الجوهر. الإنسان شر وجوهره ليس سوى قطعة من الغائط كريه الرائحة. أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم الموضوع كبير. النهاردة أنا عايز أتكلم عن رواية أحمد خالد توفيق شقابيب. شقابيب هي رواية مثيرة جدا. عرفت بعد ما خلصتها ان هي متاخدة من عدد من سلسلة فانتازيا بتاعت احمد خالد توفيق برضو. يعني هو كان كاتب حاجة قصة شبيهة بقصة شقابيب زمان ايام ما كان بيعمل السلاسل بتاعت ما وراء الطبيعة وفانتازيا، كان اسمها وعد جوناثان. ولما قريت الاسم وعد جوناثان قلت هي الرواية بتتكلم ببساطة شديدة عن ماذا إذا حصل للعرب في المستقبل القريب، مش البعيد، في المستقبل القريب. إيه اللي هيحصل لو حصل لهم اللي حصل لليهود في ألمانيا النازية؟ والقصة بتمشي ورا عدد كبير من الشخصيات، مش كبير قوي يعني، بتاع 6-7 شخصيات كده، منهم 4 رئيسيين. أهم واحد فيهم او من اهم 2، هو في 2 مهمين جدا، في مكرم وفي سليم. مكرم ده هو استاذ علوم سياسية في جامعة هارفارد في امريكا، وعلى علاقة كويسة، علاقة صداقة كويسة بنائب الرئيس الامريكي اللي هو جوناثان ايرهارت. جوناثان عشان كده بتاع القديمة اسمها وعد جوناثان على غرار وعد بولفر. احمد خالد توفيق يمكن اللي بيميزه بالنسبة لي ان هو بيكتب بلغة عربية فصحى سهلة وبسيطة وسلسة وحلوة جدا، واي حد يقدر يقراها ويفهمها. لاحظت من شوية فيديوهات على يوتيوب ناس كانوا تقول احمد خالد توفيق بيكتب حلو بس هو طريقته في الكتابة تقيلة شوية على، لا، انت اللي ما بتفهمش، انت اللي مستواك ضعيف جدا. احمد خالد توفيق طريقته في الكتابة سلسة وبسيطة جدا، اي حد يقدر يفهمها. والرواية دي اعتقد انها ممكن من احسن الروايات اللي احمد خالد توفيق كتبها. اعتقد ان هو كتب 7 أو 8 روايات. هو كتب قصص كتير جدا وقصص قصيرة كتير جدا وسلاسل بقى ما وراء طبيعة بس الروايات ما كتبش روايات كتير. انا قريت له يوتوبيا والسنجة ومثل إيكارس، مش عارف اذا كنت قريته ولا وشقابيب اخيرا. شقابيب اخر رواية كتبها قبل ما يموت. ببساطة شديدة شقابيب هي الدولة المنتظرة المزعومة، هي اسرائيل. شقابيب هي اسرائيل. التشابه واضح جدا ما بين اليهود وما بين العرب، وهو بيوضح لك الموضوع وبيتكلم بشكل، يا جماعة اهو، يعني بصوا تخيلوا بقى لو يحصل العرب. يعني انت ممكن تبص الرواية دي علشان تفهم ايه اللي حصل لليهود قبل الحرب العالمية التانية، او ممكن تقراها علشان تتنبأ ايه اللي ممكن يحصل للعرب بعد الحرب العالمية الثالثة. ببساطة شديدة مكرم دكتور العلوم السياسية في هارفارد، هو عربي عاش في امريكا، وزي كل العرب اللي بيعيشوا اللي بيهاجروا بيبقوا عرب اكتر من اللازم. في جملة صايعة جدا احمد خالد توفيق كاتبها اهي، بيقول بيقول عندما تكون عربيا في بلد اجنبي فانت تصير عربيا جدا، عربيا اكتر من اللازم. which is true. انت لو بصيت على العرب اللي عايشين في بلاد اجنبية هتحسهم متمسكين بالتقاليد والعادات العربية
اكتر من الناس اللي عايشه في دول عربيه. الناس اللي عايشه في دول عربيه عادي يا جدعان، قشطه بيس. لكن الناس اللي عايشه بره، مش كلهم بس اغلبهم، تحسهم متمسكين بالموضوع اكتر من اللازم. في ايه؟ اهدى على نفسك شويه. لا انا ثقافتي وعاداتي وتقاليدي بتمسك بيها في الدوله اللي انا عايش فيها. وفي نفس الوقت لو اقدر اقول، العرب بيحاولوا ينفورسوا يعني ايه ينفورسوا؟ يبوشوا الثقافه العربيه في الدول الغير عربيه اللي بيهاجروا ليها. يعني تلاقي واحد مصري راح استراليا، هيخلي العماره كلها مصريين، العماره كلها هتقول الكلمه اللي احنا عارفينها. كله هيشتم بالعربي. فالعرب بينفورسوا الثقافه بتاعتهم بشكل او باخر على المجتمع اللي حواليهم. وده يعني مش هو ده اللي احمد خالد توفيق بيقوله، بس ده اعتقادي يعني الشخصي، ان ده بيزود العنصريه ضد العرب. ان شخص عايش في بلده، نرويج، في مثال النرويج في الروايه دي عظيم. شخص عايش في بلده وفجاه لقاني انا ساكن في الشقه اللي قدامه، وقاعد بقى بسمع في ام كلثوم وبتاع، وراجل متمزج معايا. وبعدين رحت قلت له لا ما ينفعش تشرب خمره، او قلت له ينفعش تعيش مع صاحبتك كده، لا ده انا بالخرزانه وانزل عليكم انتوا الاتنين. فانا بانفورس الثقافه بتاعتي على الشخص اللي هو عايش اصلا في بلده. فده بيزود نوع من الكراهيه ضد العرب، كراهيه للعرب. ودي حاجه نقدر نلاحظها في الوقت الحالي. في عنصريه شديده ضد العرب فعلا، في عنصريه ضد سواء مسلمين او غير مسلمين. الاسلاموفوبيا دي، الكلمه دي بتجمع مسلمين ومسيحيين، المهم ان هم عرب. ف الشخصيه الرئيسيه او احدى الشخصيات الرئيسيه في الروايه اللي هو دكتور مكرم بيقول انا عايز اعمل وطن للعرب اللي في المهجر، لان هي ديستوبيا. الروايه بتدور في المستقبل، واضح جدا ان عرب كتير جدا هاجروا من بلادهم، خلاص بقى البلاد دي ما فيهاش امل. يعني في الروايه دي مفيش عربي بيفكر يرجع بلده الاصليه، الموضوع منتهي. البلاد دي ما فيش منها امل، ما فيش منها رجا. يعني الراجل بيفكر ايه؟ انا مش اروح دولة او ارجع لبلدي واظبط واعمل ومش عارف ايه، لا لا لا، انا عايز وطن جديد للعرب. فبيقع اختياره على جزيرة موجودة فوق استراليا اسمها بابوا غينيا الجديدة. تمام؟ احدى جزر بابوا غينيا الجديدة، يعني مش هي كلها. وبيرسم خطة لازاي احط تراث للعرب في الجزيرة دي، بحيث ان الاجيال الجديدة من العرب يقولوا يا ده احنا عندنا تاريخ في المكان ده فنعيش فيه بقى وبتاع. وقال او اتفق مع مجموعة من العرب، دكاترة جامعات برضو وناس فنانة، يعني اتفق معاهم ان هم يزوروا تاريخ للعرب في الجزيرة دي. وفي فصل كامل من الرواية بيحكي التاريخ المزور ده، والتاريخ المزور ده من كتر ما هو جميل انت بتصدقه وبتقول ما ممكن يكون ده حصل فعلا يعني. طبعا في تشابهات كتير ما بين فكرة التاريخ المزيف نفسها والتاريخ المزيف لو حابين يعني اقول لإسرائيل. في تشابه شديد جدا ما بين المسجد
بيعتبروا العرب من اثارهم في الجزيرة دي، وبيقعدوا يدوروا عليه ويحفروا ويعملوا مش عارف ايه، وهيكل سليمان. التشابهات كتير ويعني هو ده الهدف اعتقد. بيبقى اختيار مكرم على الجزيرة دي علشان جزيرة ما فيهاش حضارة حقيقية، او ما فيهاش تكنولوجيا، فيها شوية قبائل نيتيفز، يعني شوية نيتيفز عايشين ما بيعملوش اي حاجة، ما لهمش علاقة بالتكنولوجيا، ما لهمش علاقة بالعالم اللي حواليهم. فبيقول بس هي الجزيرة دي اللي فيها شوية ناس محدش مهتم بيهم، احنا هنروح هناك وهننشئ حضارة جديدة. والفكرة ايه؟ يعني عبقرية احمد خالد توفيق في انه بعد ما خلص كل الحوار ده، بعد ما قال تاريخ مزيف وحضارة وهندور عليها وهنلاقيها ومش عارف ايه وكل ده كذب، وانت عارف ان الحفر والفحت والآثار والمش عارف ايه وكل ده مفيش اصلا، لنهاية الرواية بانه بيقول وجودنا دلوقتي في الجزيرة دي، وجودنا دلوقتي في الوقت الحالي ممكن يسيب اثر يخلي الاجيال الجديدة من العرب ييجوا المكان ده، ييجوا الجزيرة دي ويقولوا اجدادنا كانوا موجودين هنا. فاذا انا كشخص محتل بروح احتل مكان مش بتاعي، بس ابني يجي يقول ابويا كان قاعد هنا فالمكان ده بتاعي، ده انا عندي تراث وتاريخ اهو هنا. فاهمين؟ فكرتني الحتة دي من خطاب سليم لجوناثان في اخر رواية خالص، بس فكرتني بجملة في فيلم Kingdom of Heaven. اوه في جملة بيقول فيها، مش فاكر الكاركتر كان اسمها ايه، بس كان اورلاندو بلوم كان بيقول بقى لمين، لصلاح الدين، كان بيقول له يا معلم انا اتولدت في المكان ده، انا ماليش دعوة اجدادك واجدادي كانوا بيتخانقوا على ايه، انا اتولدت هنا، المكان ده بتاعي. فكانت فكرة الجواز او النسل، او ان يبقى في نسل جديد، يبقى في جيل جديد من العرب بيتولد على الجزيرة دي، حاجة مهمة جدا لدرجة ان الكاركترز بتفكر فيها، بتفكر ان هو ايه، البنات اللي هنا دي انا هتجوز دي وانا فاهمين الموضوع كده. لكن طبعا اللي بيحصل في الرواية هو بيقول لك ازاي هو اولا الجزيرة دي فيها بركان خامد من مئات السنين ولا الاف السنين ما انفجرش، تمام؟ وانت اول ما تقرا اي حاجه، يعني انا جبت الروايه بقرا في الصفحات الاولى لقيت في بركان خامد في الجزيره، اكيد في اخر الروايه البركان ده هيولع في الدنيا اكيد. وهو ده اللي حصل فعلا، يعني سبويلر اليرت. استنوا بقى احط التكست بتاع سبويلر اليرت، كيوتنس اليرت، لا فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان مكرم بالفعل بيعرض الفكرة على نائب الرئيس الامريكي علشان يوصل الموضوع للرئيس الامريكي وياخده على حجره بالراحة كده، ويحصل زي ما حصل مع اليهود وبلفور، بس المرة دي العرب وجوناثان، which is فكرة حلوة، قصة حلوة ومش بعيدة. يعني وانت بتقرا
انت ما بتقراش فانتسي، انت بتقرا حاجة ممكن تكون ايه، عالم موازي. يعني لو في عوالم موازية، احتمالية ان يكون في عوالم موازية احتمالية، بلاش ادخل في الموضوع ده. بس لو في عالم موازي يعني انت ممكن تعتبر الرواية دي هي كتاب تاريخ عادي بيحكي ايه اللي حصل السنين اللي فات. الموضوع في منطقية، وده بيتبني واحدة واحدة من احمد خالد توفيق لما بيوريك العنصرية ضد العرب عاملة ازاي في بلدان كتير مختلفة. ودي جعفر بيقع، ودي من احلى الحاجات اللي في الرواية، ان الرواية متقسمة على اساس البلدان. يعني هتلاقي كل شابتر، كل فصل متسمي باسم البلد، ولو كل فصل ما كانش اسمه اسم البلد كنت انت تحس هي طريقة الكتابة مختلفة نوعا ما كده بين كل بلد والتانية. بس اول ما دخل في مصر دخل لك ايه التايتل، كان ايه؟ في سجن الوطن، في سجن النفس، في سجن المنصورة، وبعدين في سجن النفس، وبعدين في سجن الوطن. ده لما كان بيتكلم على مصر، لما كان بيتكلم على مصر كان بيحط الاول ايه؟ في سجن في بداية الجملة. واعتقد ان هو ده الاحساس اللي انا مش عارف الكلام ده ينفع اقوله ولا لا. هو ايه اللي هيحصل في الحلقة دي؟ احمد خالد توفيق بياخدنا في الرحلة دي، بيورينا العنصرية ضد العرب، وبيورينا بعض من العرب وهو بيهاجر بداية من البلد الأصلية بتاعته لحد ايه اللي وصله أصلا للهجرة، وايه اللي حصل معاه في بلد المهجر، ايه اللي حصل معاه في البلد اللي هاجر ليها. وبنشوف العنصرية ضد العرب منتشرة بنفس انتشار العنصرية ضد اليهود في ألمانيا النازية، يعني بنفس القدر، بنفس القوة. يعني عنصرية تصل إلى القتل. أنا بتكلم قبل المحارق بتاعت اليهود، قبل البلاوي السوداء بتاعت هتلر. العنصرية الايه اللي بتكبر واحدة واحدة، اللي تحس ان فيه، عارف لما يكون عندك جار في العمارة قاعد كده غريب، مش زيكم كلكم يا سكان. انا بتكلم على العمارة بتاعتي عشان هم بيبصوا لي النظرة دي. بس عارف الاحساس ده؟ عارف لما يكون في شخص مش منتمي، اتخيل كده العمارة كلها بتاعتك مصريين مصريين مصريين، وفي واحد استرالي عايش في الدور الخامس، هيبقى في نوع من الايه، استنى بس انت استرالي. واحدة واحدة النوع اللي استنى بس انت استرالي دي بتتحول لعنصرية، اللي هو ايه، هنيجي في العيد، عيد الاضحى، هادي العمارة كلها وزع عليهم مش عارف ايه، بس الواد الاسترالي ده مش هديله حاجة. هديله ليه؟ خصوصا لو الواد الاسترالي ده، يعني لو الواد الاسترالي ده مسلم، بص هنحبه حب السنين. لو مسيحي لو ملحد، انتوا متخيلين؟ فهي العنصرية اللي بنشوفها في الرواية ضد العرب، وانت بتقرا بتقول العرب بيمارسوا هذا النوع من العنصرية ضد بعضهم اصلا. وبعدين في الصفحات الاخيرة من الرواية احمد خالد توفيق بيقول لك ايه، العرب فعلا بيمارسوا العنصرية دي ضد بعضهم. في جملة عظيمة جدا كان كاتبها، بيقول ايه، اكيد مش هقعد ادور عليها. بيقول حاجة زي ايه، ان العرب بيكونوا متخيلين ان الفريق اللي هم فيه، يعني ادي العرب كلهم متقسمين لفرق. تلاقي بقى عرب من مصر، عرب من
من ايه تاني؟ من السعودية عرب، من انا نسيت الدول العربية كلها مرة واحدة، من سوريا، من العراق، من لبنان، من مش عارف ايه، وكلهم مختلفين مع بعض. لا انا عربي اكتر منك، انا اللي ماشي في الطريق، انا الحتة بتاعتي هي فالعرب في جملة مكتوبة بيقول ايه؟ العرب بيكونوا متخيلين ان الوقت موجود والفرصة موجودة ان هم يتخانقوا مع بعض ويكسبوا. يعني احنا العرب اللي موجودين من مصر نتخانق مع شوية عرب تانيين من دولة تانية ونكسب، وبعدين بقى نشوف العدو الخارجي هيعمل فينا ايه. ما عندناش فكرة ايه، طب ما تيجي احنا الاتنين، العرب اللي من مصر والعرب اللي من سوريا، نيجي مع بعض كده علشان نشوف العدو الخارجي ده. لا انا الاول هفشخ دول وبعدين اروح اشوف دول هيفشخوني ولا ايه اللي هيحصل. فانت بتشوف في الرواية يعني مش عايز اقول الوضع الحالي للعرب لان هي فيتشرستيك، هي بتتكلم في زمن مستقبلي، بس في نفس الوقت انت بتشوف الوضع الحالي للعرب، انت بتشوف خناقات العرب مع بعضهم، وبعدين ايه بقى تطلعهم لما بعد الخناقة. الخناقة ما بتنتهيش، خناقات العرب مع بعضهم ما بتنتهيش، ويجوا المصريين يا جدعان احنا مش عرب يا جدعان. يا عم اقول لكم بصراحة وجهة نظري الشخصية، انا مش مهتم باي حاجة من الهرت ده كله، كل ده بالنسبة لي هرت. عربي، انجليزي، ياباني، مش فارقة خالص بالنسبة لي خالص. بس احنا كمصريين احنا مش عرب، احنا احنا ولا حاجة، احنا كمصريين ولا حاجة. ولا احمد خالد توفيق بيقول لك الكلام ده هنا، بس بيقولها ايه؟ احنا كعرب كلنا مع بعضينا ولا حاجة. بتشوف مشهد مؤلم جدا في الرواية، مش عايز احرق الرواية بس في نفس الوقت يعني اعتقد خلاص حرقتها. بتشوف مشاهد مؤلمة كتير في الرواية لتصادم العرب مع بعضهم، والعرب من خلفيات مختلفة، وفي نفس الوقت بتشوف تصادم العرب مع اجانب متعاطفين مع العرب. فاهمني؟ وهي الفكرة ايه؟ ان الرواية دي ما فيهاش اعداء للعرب غير السكان الاصليين للجزيرة اللي العرب جم احتلوها. هو احتلال يعني ملهاش كلمة غير كده، عرب جم هي دي بتاعتنا بس، وكل دول العالم تمام، احنا مش معانا امريكا خلاص، يبقى السكان الاصليين اللي موجودين، انتوا فاهمين الروايه رايحه لفين؟ السكان الاصليين اللي موجودين دول هندمرهم، لو حاولوا يعملوا معانا اي حاجه هندمره. تعالي يا امريكا ابعتيه سلاح، تعالي يا مش عارف ايه اعمل ايه مش عارف ايه. جدير بالذكر ان حاجه متكررة بشكل كبير في الرواية بتقولك ليه عرب كتير متضايقين من العيشة في بلاد أجنبية، هي بنات الشخص العربي. فاهم؟ صاحب البنت هيجي ياخدها للحفلة ومش عارف ايه. لا يا عم انت هتيجي تاخد بنتي انا من ده انا في شخ، ده انت لو لمستها في شخ البنت دي هتتجوز وهي عندها 30 سنة وفيرجن. فانت بتشوف برضو تملك الذكور من العرب للإناث. انا بتكلم كأننا في عالم الحيوان. بالظبط انت بتشوف التملك ده، لكن في نفس الوقت بتشوف تضاده في الثقافات الاخرى. يعني انت عايش في امريكا وبنتك هتروح مع الواد ده وانت ما تقدرش تقول حاجة عشان لو قلت البنت هتفشخك او هكذا. يعني بيصور
مش عارف ايه. طبعا اغلب العرب اللي عايشين بره بيفرضوا كل حاجة على الأجيال الجديدة اللي بتتولد في البلد اللي هم هاجروا ليها. يعني ما بيسمحوش للأطفال ياخدوا الثقافة اللي هم اتولدوا فيها. فالطفل بينشأ ايه؟ بينشأ انا ايه اعمل ايه. كنت شفت حلقة من مسلسل رامي، شفت اول حلقة بس كنت فاكره مسلسل عظيم جدا وبتاع، وبعدين شفت اول حلقة لقيتها 4/10 5/10 اخرها. بس بيتكلم فيها الحتة دي ان الواد عربي مسلم ما بيشربش خمرة بس بينام مع بنات. فالبت بتقول له يعني انت عايز ايه؟ يعني انت بتاسك البنات اوت وتطلب لهم خمرة وانت تبقى فايق وتاخد البت تنام معاها وكده انت صباح الفل. ففي تشتت للاجيال الجديدة، في تشتت واضح لاي حد ما بين الثقافة اللي اهله جايين منها والثقافة اللي هو اتولد فيها او الثقافة اللي هو نشأ فيها. والتشتت ده في النهاية بسبب مشاكل كتير، منها بذور عنصرية. لان فجأة بتلاقي نفسك منتمي لثقافة انت ما تعرفش عنها اي حاجة. فجأة بتلاقي نفسك عايش في الحي العربي في النرويج. اوكي، تدخل الحي العربي تلبس الطرحة، تطلع من الحي العربي تقلع الطرحة. جوه الحي العربي هتنزل بسين بالبوركيني، بره الحي العربي هتنزل بسين بالبيكيني. اسكندرية كده في العجمي تنزل بالبوركيني، الساحل بالبيكيني. انا حبيت الرواية جدا بصراحة. الرواية خلصت بسرعة وكنت متضايق، خلصتها من فترة عشان كده مش متذكر كل الاحداث، لكن هي دي القصة الرئيسية او هي دي الفكرة بتاعت الرواية. مكرم هو شخصية مكياليفية، يعني هو بيعتقد ان الغاية بتبرر الوسيلة، وهو بيوضح لك الموضوع ده بنفس ما ميكافيلي نفسه موضح الحوار ده في الكتاب بتاعه اللي هو الأمير. يعني هو بيقول لك ايه؟ انا هعمل تاريخ مزور علشان العرب يتمسكوا بحاجه. ايه ده؟ احنا عندنا ثقافه هناك وتاريخ وحضاره وبتاع ومش عارف ايه. وفي نفس الوقت يقول لك ايه؟ يلا نقتل مش عارف ايه شويه. القتل ده على الرغم من ان انا مش عايز اقتل، بس غايتي فيما بعد ان القتل ده يمنع قتل اكتر، هيمنع مش عارف ايه، هيعمل خوف من ان حد يهاجم. فاهمين؟ فبيبين القسوة. هي دي الجملة الكلمة اللي انا بدور عليها، القسوة. احمد خالد توفيق دايما مميز على الاقل بالنسبة لي. يعني اعتقد ان رواية السنجة هي من احسن الروايات اللي قريتها period نقطة. واعتقد ان هي قد تكون احسن روايات احمد خالد توفيق، وهي فيها قسوة، لكن الكاركترز بتاعت الرواية مهما كانت في مواقف قاسية انت ما بتشوفش الوجه القاسي للشخصية، لكن في الرواية دي انت بتشوف الوجوه القاسية للشخصيات. سليم هو شخصية اخرى في الرواية ويعتبر هو بطل الرواية. على فكرة الرواية دي لو اتعملت فيلم يا نهار ابيض، بس ما تنتهيش، بس يعني الفيلم ما يخلصش نفس القفلة بتاعت الرواية، لا الفيلم لازم يروح في حتة تانية. القفلة بتاعت الرواية ممكن نسميها قفلة ايه؟ رومانسية شوية.
بس لو اتحولت لفيلم هيبقى فيلم عظيم. هيحتاج انتاج ضخم جدا بس هيبقى فيلم عظيم. انا حبيت الرواية جدا. ما اعتقدش ان انا اقدر اقيم روايات زي ما بقيم افلام، لان الرواية انتراكتيف، يعني الرواية بتعتمد على خيالك كقارئ بشكل كبير. بتعتمد طبعا على الروائي اللي كاتبها بشكل اكبر بكتير من خيالك، لكن بتعتمد على خيالك برضو بشكل كبير. فاذا خيالي هو جزء من الرواية، يعني مش عارف اقيم خيالي ازاي. بس لو لازم نديها ريتنج فاقول مثلا 7/10، 7.5 كده. لو القفلة بتاعتها كانت قفلة صريحة قوية نقطة، كانت تطلع ل8. بس عشان القفلة الرومانسية فلا. والقفلة الرومانسية على فكرة مش وحشة، بل بالعكس هي القفلة اللي تخليك ايه، اوكي تمام ماشي، قصة خلصت. يمكن يكون احمد خالد توفيق كان عايز يعمل جزء تاني من الرواية دي، واعتقد ان هو لو كان عمل جزء تاني من الرواية دي يا نهار ابيض، ما بعد بقى شقابيب ب100 سنة، 100 سنة بعد احداث الرواية دي. اوف، في افكار غريبة. عودة العرب الى شقابيب. لو ما قريتوش لاحمد خالد توفيق قبل كده، ممكن تعتبروا احمد خالد توفيق الشخص اللي ايه، الكاتب اللي عايز الناس كلها تكتب. عارفين الكاتب ده؟ عارفين الشخص اللي ما بيستعرضش عضلاته ولكن بيعلمك؟ هو ده احمد خالد توفيق. لما بيقتبس فكرة او كلمة او مش عارف ايه من رواية تانية، بيقولك اسم الرواية ايه، المؤلف اسمه ايه، علشان بعد ما تخلص دي يا حبيبي تروح تقرا الريفرنس اللي هو استخدمه. ودي من اكتر الحاجات اللي بحبها في احمد خالد توفيق بصراحة، غير طبعا اللغة العربية الفصحى السهلة جدا. حبيت الرواية والله، وما كنتش اتمنى ان هي تخلص بسرعة، بس بعد ما خلصت قعدت بقى ادور على حاجات تانية لاحمد خالد توفيق. اعتقد ان انا قريت كل رواياته الطويلة، فاضل لي بقى القصص القصيرة والحاجات دي. قريت حاجة اسمها عقل بلا جسد. عقل بلا جسد دي مجموعة قصص قصيرة مترابطة مع بعضها. قريت كان في قصة كده صغننة جدا اسمها لست وحدك، حاجة زي كده. شوية قصص بطوطة جدا. احمد خالد توفيق طريقته في الكتابة عظيمة جدا. اعتقد ان هو من اهم الكتاب المعاصرين، هو خلاص يعني من اهم كتاب العصر الحديث. الجملة كده احسن، من اهم كتاب العصر الحديث فعلا. بس اقروا الرواية. حابب افكركم لبنان، بيروت، انفجار، اتبرعوا. هحط اللينك بتاع الصليب الاحمر اللبناني. لو عندكم مقدرة انكم تتبرعوا اتبرعوا. احتمالية انكم تنقذوا حياة انسان $1 او $2 او $10 احتمالية كبيرة جدا، فارجوكم اتبرعوا. الناس مفشوخة. شكرا، باي باي.